السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة وجبتنا مختلفة، عبارة عن فطار. لقمة النهاردة دي وراها معنى كبير، وراها هدف حلو، وراها فكرة جاتلي امبارح لما كنت من وقت للتاني بعمل اطعام لوالدي. والدي متوفي من 22 سنة، وكان من وقت للتاني كنت بعمل له اطعام واطلع له وجبات. امبارح لما قعدت مع نفسي كده اتضايقت قوي انه مش معايا، وان انا كرمي قليل قوي، يعني انا عايزه اكرمه قوي، وحاسه ان العمر بيجري ولازم الحقه، او لازم هو ان شاء الله في مكانه جميله، بس حقه عليا ان انا منساهوش، وحقه عليا ان انا اراعيه. فلما فكرت قلت ابويا دلوقتي قاعد لوحده وحيد، لو رجع لي وكان وحيد، انا مستحيل هسيبه لوحده، ومستحيل هسيبه يعيش لوحده. الكلام ده ينطبق بقى على والدك او على والدتك. فانا كان مستحيل ان انا اسيبه يعيش لوحده، اكيد كنت هجيبه يعيش معايا عشان ارعاه، اهتم باكله، اهتم بحاجته، او على الاقل خالص هاجر له شقه معايا في نفس الدور او في نفس العماره عشان اخد بالي منه، واخد بالي من صحته واكله وهكذا. فجات لي الفكره، قلت خلاص انا هعتبر نفسي ان ابويا عايش معايا، وكل يوم هعمل له فطار وهعمل له غدا، ولو عملت حلويات لعيالي هشيل له طبق واديهوله، وبكده يبقى انا بريت ابويا يوميا وما نسيتوش بالخير، وكانه عايش معايا بالظبط. وربنا يأجرني ثواب بر الوالدين، وربنا يأجرني ثواب ان انا بعمل حاجه خير لابويا، وان شاء الله الخير ده هيروح له، وباذن الله يا رب الخير ده هيقعد لي في عيالي. فدي الفكره اللي انا عملتها، ان انا خلاص انا يوميا مع الفطار هعمل له سندوتشين واديهم، اطلعهم لوجبات الخير، اطلعهم لله. في الغدا هعمل له طبق غدا كانه موجود معايا بالظبط، واطلعه برده في الخير. لما اجي اعمل لعيالي حلويات هعمل له طبق وهطلعه برده في الخير. والموضوع ده محدش يقول ان هو مكلف، ومحدش يقول ان هو مرهق، لا، افرحي من قلبك وتخيلي فعلا ان باباكي او مامتك رجعوا يعيشوا معاكي. الناس الطيبه، الناس الحلوه، الناس اللي مقصره فينا، الناس اللي ادتنا كل حاجه وما لحقتش يعني تاخد حاجه ولا تاخد ثواب. دي حاجه بسيطه اللي انتوا شايفينها، دي حاجه بسيطه. لو كان عندي كنت هعمل له بالظبط زي ما انا عامله كده. دي بيضه، وده ب10 جنيه جبنه، او ب12 جنيه بالظبط. دي ب10 جنيه حلاوه، واربع ترغيفه من السياح. حاجه بسيطه. لو كان عايش معايا انا كنت هفطره كده بالظبط. يعني ما حدش يقول مثلا دي وجبه قليله، لا هي مش قليله، هو لو عايش معايا بالظبط هو ده فطار عيالي. انا عايزه اقول لكم انا حتى ما فطرتش عيالي النهارده حلاوه، انا اديتهم جبنه ولحسه بيض كده وخلاص. دي بيضه ب6 جنيه، وب12 جنيه جبنه.